صباح الخير، صباح النور، صباح الورد على كل المتابعين وكل اللي بيشوفني في أي مكان في الدنيا. حبايبي المتابعين، أهلا وسهلا بيكم. وجولتنا النهاردة جولة جميلة زي ما احنا شايفين في أغرب سوق. السوق ده غريب. غريب ليه؟ غريب عشان على قضيب القطر. على قضيب القطر. المنطقة دي اسمها المعدية. المنطقة دي القطر بيعدي فيها مرتين او مرة ممكن، يعني في اليوم. فهم بيستغلوا غياب القطر وبيفرشوا على قضيب القطر. زي ما احنا شايفين بيبيعوا الجبنة القديمة، الجبنة الفلاحي، البيض، الزبدة، الأسماك، الخضار. سوق غريب. الرز طبعا ده الفلاحي. طبعا هي منطقة ريفية. زي ما احنا شايفين كلها زراعة وصيد. المعدية هي على طريق إتكو ورشيد. زي ما احنا شايفين بصوا. طبعا فرشين على قضيب القطر لان عارفين القطر، عارفين مواعيد القطر امتى بيعدي. بيكونوا خلصوا السوق. طبعا سوق كان غريب وكان حاجة غريبة وكان لازم ننقلها لكم. طبعا ناس مكافحة، ناس طبعا بتشتغل عشان أكل العيش. بس هو سوق فعلا غريب. زي ما احنا شايفين منطقة القطر، ودي محطة المعدية. هنا بقى بيع الأسماك. زي ما احنا شايفين اجي أجيب القطر. طبعا المعدية مشهورة بالأسماك وبيع الأسماك. بصوا. بصوا اكن مش قطر بيعدي، لا في قطر بيعدي بس ليه مواعيد مخصصة. فطبعا بيستغلوا الوقت ده وبيفرشوا وبيبيعوا الاسماك والخضار وبيفرشوا سوق كامل على قضيب القطر. حبايبي المتابعين، طبعا كان لازم نقول لكم الحاجة اللي شفناها، وهي من اغرب الاسواق طبعا في اسكندرية. طبعا ناس كتير هتسأل فين المعدية. المعدية هي على طريق زي ما قلت لكم إتكو ورشيد. طب لو احنا عايزين نروح المعدية دي ونشتري الأسماك الجميلة دي، نروح ازاي؟ طبعا نزلت سلسلة فيديوهات لأسعار السمك وأسعار الكابوريا وأسعار الجمبري، وفي مزادات كمان. طيب لو عايزين برضو نروح المعدية هنروح ازاي؟ هنروح ازاي؟ طبعا بالعربية. طريق إتكو ورشيد. ولو بمواصلات، لو هنركب الميكروباص عند مزلقان المعمورة في ميكروباصات بتروح المعدية، بنركبها وبتنزلك في المعدية على طول. او القطر برضو محطة قطر المعمورة بيطلع الساعة 4:30. بيجي بيوصل هنا تقريبا هي نص ساعة. بيوصل محطة المعدية الساعة 5:05 تقريبا بيكون وصل المعدية. المحطة القطر اللي احنا شايفينها بيتركب من محطة قطر المعمورة. دي مواصلات المعدية اللي عايز يعرف يروح المعدية. معدية السمك زي ما احنا شايفين هي مزادات، هي بيع الأسماك بخلاف السوق اللي احنا شايفينه دوت. وغير كده في مينا. المينا عليها مراكب، ممكن تشتري السمك من على المراكب. طبعا هنصور لكم كل الحاجات دي ان شاء الله الايام الجاية. بس النهاردة كنا بنصور لكم اغرب سوق فعلا. سوق المعدية لانه على قضيب القطر. زي ما شفنا كفاح الناس بتفرش وبتعرف مواعيد القطر وبيلموا السوق قبل القطر ما يعدي. حبايبي المتابعين، يا رب تكون عجبتكم جولة النهاردة في سوق المعدية وأغرب سوق في اسكندرية. طريق أو خط رشيد وإتكو. طبعا بعد المعدية بنمشي بيبقى في، طبعا بندخل على إتكو وبعد كده رشيد. زي ما احنا شايفين هي فيها اسماك كتير وفيها حاجات كتير. طبعا السمك رخيص جدا عن البيع في اسكندرية. فاغلب سكان اسكندرية بيروحوا المعدية وبيجيبوا سواء شروة سواء سعر ارخص. يعني
اللي احنا شايفينه ده الصندوق البلاستيك ده بياخد 25 كيلو من السمك البلطي. السمك البلطي هناك بيبدأ من 60 و70 جنيه حسب المقاس. طبعا الجمبري والكابوريا طبعا بالمزاد. ولو عايزين تعرفوا وتفرجوا على الفيديوهات في القناة، طبعا احنا ناشرين المزاد. بس اهم حاجة في كل الموضوع ده ان السمك هناك طازة، السمك لسه جاي، ما فيش حاجة اسمها سمك بايت. بصوا زي ما احنا شايفين حاجة هتنبهروا من المنظر. اجمل مكان المعدية طريق اتكو ورشيد. كمان بالاخص جنب شركة ابو قير للاسمدة. بعد شركة أبو قير بالأسمدة على طول بنخش على المعدية. كمان وصفة كمان للألوان عند كلية الدفاع الجوي. يبقى شركة أبو قير الأسمدة وكلية الدفاع الجوي طريق المعدية، عشان تبقوا عارفين. حبايبي المتابعين، أنا شرحت لكم كل حاجة عن المعدية، ويا رب يكون عجبكم. وهنعمل لكم فيديوهات كتير، ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك، ولو جدد معانا وأول مرة تشوفونا وشرفتونا اشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل اللي بيحصل في اسكندرية وجولات اسكندرانية. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.